القصة ديالنا كتبدا مع القرع حبيب الجماهير. اش غيوقع؟ ودبرو فيها من عند القرع خدام في واحد الشركة ديال الحديد، عاطينو غا الفران كيدخل كيدوب في الحديد، كيتشوى هو الاول قبل ما يدوب داك الحديد. كيسالي الخدمة طايب، خدام ب2 ريال الشهر، مشى باش ياخد الخلصة ديال الشهر ديالو، عطاو النص ديال الفلوس، قطعوا ليه ريال وعطاوه ريال. قال لي مكلفة ديال اش هادي؟ ديال الفران ديال الطياب اللي كان طيب. قالت له سير الاداره وشكي، يلا حيد علينا من هنا القرع. فمشى سول شي عمال تا هما نفس البلان، واحد كيقول له ماشي معقول هادشي، ودير القرع شي حركه. تضربوا على فرقه التدخل السريع، عيطوا لهم جاو عارفين غادي يديروا لهم الفوضى. العمال كيغوتوا بغينا غير رزقنا، فرقه التدخل زادوا كيفرشخوا فيهم. القرع سعر طير لواحد زرواطه، عطى لواحد بها الدماغ صيفطو ارجعوا للمستعجلات، والثاني عطاه بها للراس، فرقوا بالكاسك ديالو صيفطو للاخره ديريكت. فشافوا القرع ما خدامينش معاه، زراو تركبوه في سطافيطات وعوجوا الرويض. في الليل القرع رجع في الطوبيس للدار، ومراتو كطيب في العشاء شافتو في ديك الحاله. قالت له كي داز نهارك؟ داز بخير وعلى خير. بغيت غنقول لك راه كيما تستاهليش، واحد بحالي راهم حبسونا من الخدمه ورماو لنا ريال الواحد. قالت له انا ما كتهمنيش الفلوس، قابله معاك بخبز واتاي. فقال لها ضروري غدا نخرج نقلب على خدمه. القرع سخون الكتاف، فمشى طلع يشوف بنته الصغيره، لعب معاه شويه ودخل خداتوش. ومن بعد هبط للكوزينه، كيلقى مراتهم ميته ما فهم والو. تابعت معاه واحد مكاكولي، ضربو بكليموجين عماه ودكلو مخدر غيبو. القرع ملي فاق كيلقى في يدو عامره الدم وهاز موز، دخلوا البوليس عليه كيسحب لهم بلي هو اللي صفى لمراتو. فمينطوه داو من بعد 6 شهور ديال التحقيق، وطلع هبط في المحاكم، تبتات عليه التهمه، ضربوه بمؤبد، داو لواحد الحبس في جزيره تجمعوا فيه غوجو العداله اخطا المجرمين. وكيتنظم في هذا الحبس سباقات الموت، يعني كتراهن بالحياه ديالك. القرع دخل حاقد، صوروه من كاع الجوايه، ضربوه بتيو ديال الماء، عوموه فركوه مزيان، وداو لزنزانته. الحراس قالوا ليه مرحبا بك عندنا القرع. ادخل الزنزانه ديالو، لقى فيها واحد 3. اش غادي نقول لكم؟ واحد الفيل، وواحد راس الطنق، وواحد راس المسن. بغاو يديروا ليه داك البساله ديال الحباسات. القرع شدهم ب3، شركهم تهلا فيهم، كرمهم مزيان. ما فراسهمش بلي القرع النص في حياته دوزو غا اجرام، والنص الاخر تا هو دوزو في الاجرام. النهار التالي القرع خرج للقاعه ديال الماكله، خدا الفطور وجلس كياكل في واحد الطابله. تضربوا عليه واحد 3 كوتش ميكانيك ديال الطوموبيلات المتسابقين في الحبس، والفروس سميتو جانير، والثالث سميتو ليست. كوتش قال لهم شكون هو هذا القرع اللي عاد جا؟ ليست دار ضرب عليه ناري، ما عرفتش شكون هو هذا. لا شكون هذا؟ القرع الظالم اللي قلب عليه كيخلي ضربوه، وسامع باللي كيطير في السوقان ديال الطوموبيلات الحديد، كيطلب منه الشرع. تا واحد 3 وقفوا على القرع، جلس قدامه واحد راس المسن. واحد الوين شافهم قال لرجالو يلا نغيروها من هنا، هذا القرع غيبدا يخلط. ليست قال لصحابو قلبوا على صاحب دعوتهم، دبروا فيها من عنده. تدخل باتشينكو، كان هو اللي حكم في هذا الحبس واخطا المتسابق في السيارات. بدا كيفتز في القرع قدام المساجين، كيقول لهم هذا القرع صفى لمراتو، قرع على مرا وليا حنا غادي نربيو ونعاودوا ليه التربيه. مع بغى يشير فيه القرع، دار طاكا بلا وعطاه بها للراج، جبدو دار عند راس المسان طنطنو. والثالث هرس عليه على ركبته، تدخلوا الحراس شدوا كلشي. الحارس اوليري كيدا القرع عند المديره ديال الحبس اللي سميتها هينيسي، ما كتسوى ما كتصلح. قالت القرع هاد الحبس كيجيو لي اخطا المجرمين اللي مضروبين بالمؤبد، انت عاد جيتي البارح باغي دير لي الفوضى هنا. داك اللي ضربتي عارف شكون هو؟ قال لا يكون شكون ما بغى يكون، اللي قلب عليا غيلقاني بحال الامثال ديالك. وليريك عطاه زروطه للكرش، وقالت له قريت الملف ديالك تضربتي بمؤبد بسبب صفيتيها لمراتك، علاش درتي هادشي؟ قال لها ماشي شغلك في هادشي. فدخلات معاه في الموضوع، قالت له سمعت باللي عندك موهبه سائق محترف، فراه عندي لك واحد العرض. كان عندنا في هذا الحبس افضل سائق سميتو فرانك، دار حوادث السير في السباقات، ما مره ما جوج. في وحده من السباقات تشوه وجهه، ولا كيلبس قناع وتشهر بيه والجمهور كيبغيو. ولكن المشكل اللي وقع هو فرانك مات في اخر سباق ليه، وحتى شي واحد ما عارف هادشي، والجمهور كيطالب به. فرحنا بغينا نرجعوا للسباقات، اي واحد لبسو قناع ويلعب الدور، ولكن ما غاديش يتقنوا. واصلا ما يمكنش نثيقوا في واحد نعطيوه طوموبيله يسوقها، فراه داكشي اللي سمعت عليك، بغيتك انت اللي تلعب الدور ديال فرانك. القرع قال لها دابا انا غادي نغامر بحياتي على قبلك، شكون انتي؟ قالت له تربح 5 سباقات متابعين، تخرج من الحبس وتاخذ الحريه ديالك المطلقه، هذه هي القواعد ديالنا. وفرانك راه ربح 4 ديال السباقات متابعين، بقى واحد الا ربحتي انت غادي نطلقوا سراحك، فكر في الصفقه. القرع شاف القضيه فيها سباق واحد يربح ويخرج من الحبس، ما ترددش وافق. قالت له السباق عندك نهار الجمعه، وداتو الفريق ديال فرانك اللي كان هو كوتش وليست وجانير. قالت الكوتش نقدم لك القرع، كتعرفو؟ كنعرفو راجل الله يعمر ليه السروال. فقالت لي غادي يكون هو فرانك، وريه الطوموبيلات ديالو وجدوا السباق. داو وراه الطوموبيله، القرع ضرب عليها كلها فيها سلاحات، رشاشات، قذيفات، صواريخ، قنابل، ما فهم والو. قالوا لي على سميتو سباق الموت، بغيتي تعيش غادي تصفيها الخصم ديالك. كوتش قال له الطوموبيله مصايبينها من منطادات القرطاس، مصايبينها من الفولات، وعندك النيطه، وراه كيفاش يستخدم الاسلحه اللي فيها وداكشي اللي غادي يخدم به في السباق. سولهم على الذخيره ديال الاسلحه، كوتش قالوا كنشارجيوها في الطوموبيله حتى نهار السباق.
فمن بعد خرجوا للساحه كيشرحوا ليه السباق. كوتش قال السباق مقسم على 3 ديال المراحل في مده 3 ايام. اول مرحلتين ديال السباق خصك تهنى من المنافسين ديالك، يعني الا ما صفيتيهاش اليوم غادي يصفيوها ليك. وفي المرحله الثالثه والاخيره فيها غير عفط على الاكسيراتور حتى تخرج رجلك، اللي كيدخل لخط النهايه هو اللي كيربح السباق. وغدا في الصباح غادي يعطيوك تيتيزات تكون معاك مساعده ديالك وتحمسك في السباق، الا متي غتموت معاك حتى هي. القرع قال لهم بغيت نتلاقى التيتيزه قبل السباق نهضر معاها. الجانر قال له مالك مزروب، غدا غادي تشوفها في الصباح، راه اصلا راه حباسات كيجيبهم لينا من السجون باش يكونوا مساعدين ديال المتسابقين. المهم اللي خاصك تعرف اللي ولا مكلمه في السباقات من بعد فرانك هو باتشينكو اللي رونتيها معاه في قاعه الماكله، راه مسمين عليه الدمار الشامل. قال لهم باقي متسابقين، قالوا لي هذوك اللي بقاو غا خضاره ما عندك مناش تخاف منهم، ماشي مشكل نوريوهم لك. راه هو ثاني واحد 14 راس لمسن داخل بتهمات صفا شي 3، وثالث واحد هيكتور الملقب بحاصد الارواح راه مزنزن ومحكوم عليه بمؤبد، ورابع واحد طرافس الملقب بصمه صفا 16 واحد بصمه، والخامس لوين عائلته ضربوا ليه الورد ديالهم فصفى لهم جمله وتضرب مؤبد. نهار تالي يوم السباق وجدوا القرع لبسوا قناع على اساس هو فرانك، وخرجوا المساجين عند بالهم باللي هو فرانك فرحانين بيه وكيشجعوا فيه. توصلوا الحراس المضمار السباق. كوتش قال له ما تهضرش مع المتسابقين، راه فرانك ما كانش كيهضر معاهم، ما ترتكبش هذا الغلط وما تحيش داك القناع. فطلع الطوموبيله ديالو وجابوا لهم كارت ديال تيتيز، بياسات وحدات نسيك في الاخرى القرطاسه فيهم طلعات مع القرع. سلام، ما جاوبهاش. قالت له سميتي كريت، قال لها سميتي فرانك، قالت له على الله هو عليك فرانك في السبيطار. القرع صمك، قالت له غير تهنى ما غادي نقول والو، راني انا اصلا كنت كنسوق بلاصتو. جا عنده كوتش قال له الزاج اللي في الطوموبيله كيمنع الرؤيه من على برا، تقدر تحيد القناع باش تمشي مرتاح. مع طلع عليه الزاج حيد القناع. كريس بدات كتشوف فيه، مالكي؟ لا ما ماليش، شنو سميتك؟ سميتي القرع. وتم البث ديال السباق على شبكه خاصه، القماره كيراهنوا بملايين الدولارات، وهينيسي هي مولات هاد الافير والحصه الكبيره كضربها غا هي. القرع ضرب الصمته هو وكريس، سولا باش من تهمه دخلتي للحبس، قالت له صفيتها شي بوليسي. جمعوا غرقت حتى لهنا. فبدا العد التنازلي والمتسابقين في الطوموبيلات كيعمروا في الموتور. مع تعطات الانطلاقه وركوا على الاكسيراتور، القرع غادي عافط هو الاول، راس لمسن وباتشينكو كيحاولوا يقلبوا بيه الطوموبيل. اللوي انت هو دخل فيه من اللور، تا القرع رجع ماشا ريال، وكريتس وراتو منين يدخل من طريق مختصره ويربح الوقت. داكشي اللي دار اللوين كان حاقد على فرانك، تابع القرع بغى يقلب بيه الطوموبيل والقرع كيرب عليه، وما كانش عندهم الحق يستخدموا الاسلحه حتى الدوره الثانيه. والقرع شاف راس اللوين ما غيبعدش منه، بدا كيدخل فيه كيحاول يقلب بيه الطوموبيل. كوتش قال له الطريقه اللي مخدم راكم غتموتوا بها تفاتاو عفط. فكريت بدات كتقيد فيه من الطرقه المختصره تجبد الذره. هي علمات الحراس يخدموا السيوف والدروع اللي كانت عباره على دوائر في المضمار اللي داز فوقهم بالطوموبيل كيخدموا الاسلحه بشكل الكتروني لمده دقيقه. فبداو كيتسابقوا شكون اللي غادي يدوس على الدوائر ويصفي الاخر. اللي داز على سيف كيخدم رشاش وكيبدا يتير على الخصم ديالو، واللي داز على الدرع كيطلقوا اسلحه دفاعيه. هينيسي بغات تزيد متعه، خدمات جمجمه الموت اللي داز عليها كتخرج حديده من وسط الطريق فيها سيوفه. جات عبار مع واحد دخل فيها الطردكات به الطوموبيل. اللوين داز على دائره السيف، طلق رشاش على هيكتور اللي كان قدامه. هيكتور داز على دائره الدرع، طلق عليه الزيت خلاه زالك في الطوموبيل تسكتات ليه، وتحرك عافض داز على دائره السيف وبدا كيتير برشاش على القرع اللي طلق عليه اسلحه الدفاع. داز فيهم البنوات طردكو تتقلبات به الطوموبيل. راس لمسن استغل الفرصه، صيفط ليه صاروخ شتو هو طوموبيلته. اللوين جا عافط قاص القرع، طلق عليه رشاش. فالقرع داز على دائره السيف بغا يطلق رشاش، سلاحات كاملين ما بغاوش يخدموا. تزاد طرافس تا هو طلق عليه رشاش، تلاقاو عليه كل واحد من جيب. فكوتش قال القرع دير شي حل قبل ما يصفيوها لك. فبقى كيفكر اش غادي يدير، بان له واحد البلان. قال لك ريس نوضي من داك الكرسي تحولات فوق رجليه، ولصق في داك الكرسي الريزرفوار ديال ليسانس الاحتياطي، طلقو خرج من الطوموبيل. ضرب في السقف وتفرشخ داك الريزرفوار، تخوى ليسانس على طوموبيل فريتس. كريش علاش بريكا ولا حتى عليه شبكات فيه العافيه. اللوين جاي عافط دخل فيه طوعو في السما. وكملوا السباق. اللوين مشى من طريق مختصره، والقرع غادي عافط تضرب على باتشينكو جنبو. دار له نفس الحركه ديال الفردي اللي كان دارها ليه اللي صفى لمراتو، فعرف بلي هو اللي صفى ليها. خرج ليه اللويه من واحد الزنقه، دخل فيه عوج له الطوموبيله. فدخلوا المتسابقين لخط النهايه، بقاو 6 المتسابقين من اصل 9. فوسط الطوموبيله كامله مشرشمه، من اللي بدل الحوايج ديالو تقابل مع هينسي. قال لها باتشينكو هو اللي صفى لمراتي. قالت له هو هادشي علاش دخل لهاد الحبس. وجبدات ليه واحد الصوره ديال واحد العائله، قالت له راه بنتك خداوه تبناو هاد العائله يربيوها، والا بغيتي تخرج لعندها خصك تربح في الجولات اللي بقاو. القرع حقد كيقول لها فين كاينه دابا. قالت له غادي نقلب على العنوان ديال العائله اللي داوها وموجهه ليه سلاح تحت البيرو في حاله ما
ما بغى يضربها. فالقرع هز الصوره ديال بنتو تحرك خرج للساحه جلس مع كوتش شافو كيشوف الصوره ديال بنتو قال له باش ما دخلتي. القرع قال له صفيتها لمراتي. كوتش قال له ما ديرهاش انت القلب كبير مع التيتيز الدراري الصغار. فالقرع عاود ليه شنو وقع باللي باتشينكو هو اللي صفى لمراتو وقال له انا شاك باللي هينسي هي اللي خرجاتو من الحبس باش يصفي عليها وانا ندخل للحبس وتدخلني للسباقات بلاصه فرانك. كوتش تصدم ملي سمع هادشي. فالقرع مشى للورشه كيحاول يصلح في الطوموبيله ديالو تحت عنده ليس قال له غير سير ارتاح حنا غادي نصلحوها. ما بغاش يمشي تضرب على باتشينكو دايز قال له عندك الحق خاصني نمشي نرتاح شويه. فعلا مشى يرتاح قصد باتشينكو للورشه ديالو تابعته مع جوج من الرجاله فرشخوه بزراوط ضربوا ليه سلسله في عنقو. جا باتشينكو هز كريفه بغا يبط على القرع بها تابعت من موراه ليس دق فيه قطيب للظهر. فالقرع هز واحد الحديده دقا في رجل واحد فك راسو هز طفايط الحريق طنطن بها واحد وش الثاني ديريكتو هبط له راسه مع واحد الحديده صيفطو للاخرى. فبعت مع باتشينكو بكريفه القرع خوالي وشدو كيدخل ليه هادي تصلح هادي تنفع ريب بيه كاع الورشه ومشى هز واحد شاك ما بغا يتهلا فيه. باتشينكو مع شافه قال له انا راه ماليا والو هينيسي هي اللي صيفطاتني نصفيها لمراتك وقال لك هو اللي وصلني للدار ديالك انا درت غير داكشي اللي مطلوب مني. القرع مع هالشاك ما بغا يبط على بها بعت معاهم اوليريكس عقهم بجوج بالضو وقال لهم تال السباق وفاريوها. النهار التالي كان السباق في المرحله الثانيه اللي بقاو فيه 6 المتسابقين. طلعوا الطوموبيلات تيتيزا حاضره مع القرع والقرع عينو غا على باتشينكو حاقد عليه حالف تيصفي عليه. فبدا العد العكسي مع عطاو الانطلاقه كلشي عفط على الاكسيراتور الا القرع اللي بقى بلاصتو خلاهم تسبقوا وتحركش الطريق الثانيه سول كريس واش انت اللي حاولتي تصفيها الفرانك. ما بغاش يجاوب على هذا السؤال هدد يطوع بها الكرسي تتلصق مع واحد الحديده. قالت له انا درت غير داكشي اللي مطلوب مني عطلت ليه الاسلحه اللي في الطوموبيل. هادشي اللي طلباتو مني هينيسي في المقابل تعطيني اوراق ديال اطلاق السراح. اصلا داك الكلام ديال راه في السبيطار ماشي صحيح راه مات صفاتها ليه هي. قال علاش درت هادشي. قالت له باش تحافظ بشخصيه فرانك المقنعه هنا ما تموتش يعني انت لعبتي الدور ديالو وغيجي واحد اخر يلعب حتى هو الدور وما غاتساليش هاد السلسله ديال فرانك. فقال لها شنو قالت لك البارح ديري ليا. قالت له راه طلبات مني نعطل لك الاسلحه. القرع طلق النيترو عفط على الاكسيراتور وصل على المتسابقين قصد ديريكت باتشينكو دوبلو داز على دائره السيف وقلب الرويد تقابل معاه ورجع ماشريه وطلق عليه الرشاش. باتشينكو تا هو طلق الرشاش شبكوها تا القرع داز على دائره الدرع قلب الرويد وقال كريس تلقى الدخان. داكشي اللي دارت باتشينكو ما بقى كيشوف والو تدخل في واحد الحجره تقلبات بيه الطوموبيل. فالقرع فرانا وخلى المتسابقين احتزازوا قدامه ولبس القناع وهبط. قصد ديريكت الطوموبيله ديال باتشينكو خرجوا منه وطردق ليه راسو وهز عينو في كاميرا المراقبه. هينيسي كتشوف في عيني عرفات راسها دبرات فيها من عنده. فقالت الحراس تلقوا الكاميون الحربي يصفيها لكلشي كاع اللي لقيتو قدامكم صفيوا ليه. فعلا تلقوه كله مجهز بالاسلحه قاذفات صواريخ رشاشات مدافع جميع انواع الاسلحه. مع خرج كلشي تصدم منه تابعوا من اللور كيتيري عليهم برشاشات وصواريخ وقذائف. الحرب ناضت مضمار السباق تصفاو 4 من اصل 6. بقى غير القرع اللويه. القرع كيفكر اش غادي يدير بان له واحد البلان. هضر مع الفريق ديالو يوصلوا بالطوموبيلات ديال اللويين دوزوا ليه الخط. هضر مع اللويين اتفق معاه يتهناو من الكاميو. بداو في تنفيذ الخطه قصدوا الكاميو داز كل واحد من جهه طلقوا عليهم رشاشات والعافيه تضربوا على الدائره الجمجمه قربوا لها عفطوا دوبلو الكاميو دازوا على الجمجمه خرجات واحد الحديده من تحت الارض دخل فيها الكاميو شتاتو. فربحوا السباق. هينيسي تصدمات ما فهمت والو كيفاش داروا ليها. رجعوا للحبس كاع المساجين كيغوتوا بسمياتهم. النهار التالي كانت فيه الجوله الثالثه والاخيره من السباق. هينيسي جمعات كاع المساجين وقالت لهم الليله غادي تكون اخر مرحله من السباق. بقاو جوج القرع واللويه اللي غيربح فيهم غادي ياخذ الحريه ديالو. وفي نفس اللحظه اوليريك حط قنبله في الطوموبيله ديال القرع بامر من هينيسي باش يطردقوها في الوقيته المناسبه. ملي سالات الخطاب القرع مشى لعند اللوين قال له بغيت نهضر معاك قبل السباق. اللوين قال له غادي ندير المستحيل باش نربحك هاد السباق راه ديالي. القرع قال له خاصني ضروري نهضر معاك فشي حاجه قبل السباق. في الليل وصل وقت السباق طلعوا الطوموبيلات كريتس قالت للقرع هينيسي طلبات مني نعطل لك الاسلحه وراهم موجدين لك شي فخ في حاله ما ربحتي. مع عطاو الانطلاقه القرع واللوين عفطوا على الاكسيراتور. القرع سبقوا ضرب على الدائره ديال السيف غادي قاصده باش يفعل الاسلحه. وليريك حبسو ورجع باش اللوين يتفاعل عنده. طلق على القرع رشاش. القرع كيحاول يهرب عليه وعرف باللي اللفعه ديال هينيسي بغات تهنى منه باي طريقه. قال لكريس تلقي داك الدرع اللي اللور تلقاتو. اللوين هرب عليه. فاللوين قال للقرع غادي نهديك جوج صواريخ من القلب. عفط على الاكسيراتور قرب ليه وطلق ليه الصواريخ. القرع هرب عليه ومشاو ديريكت ريبو واحد الحيط ديال الحبس وخرجوا منه بجوج. هينيسي برد ليها الماء في الركابيه واوليريك فهموا باللي ما كانوش كيتسابقوا كانوا كيحاولوا يهربوا. فعلا داكشي اللي وقع. غاديين عافطين متجهين للجسر اللي كيوصل للميناء. هينيسي قالت الاوليريك الا مشاو تدخلوا للمدينه طيعناهم. فاخدات الريموت فعلات القنبله اللي في الطوموبيله ديال القرع كتضغط على الزر تصدمات الطوموبيله ما بغاش تطردك. فغادي نعرفوا باللي كوتش كان لقى القنبله وحيدها من طوموبيلته. فصيفط
صيفطات جوج هليكوبترات تابعينهم من اللور. القرع واللوين دخلوا للجسر غاديين عافطين، الطوموبيلات ديال البوليس تابعينهم. القرع قال كريس تلقي داك الريزيرفوار تلقاتو عليهم، دخلات فيه طوموبيلات البوليس طردكات، فبداو كطردكو طوموبيله مور طوموبيله وهما كملوا الطريق تخرجوا من الجسر للميناء. القرع قال لوين وصلات للحظه المفترق الطريق تفارقوا كلش الطريق. هينيسي طلبات من الهليكوبترات يتبعوا غير القرع داكشي اللي داروا. القرع سول كريس متاكده من داكشي اللي غادي ديري، قالت له انا مستعده والوراق ديال اطلاق السراح راني خديتهم من هينيسي فراني حره. فالقرع نقز من الطوموبيله وخلاها هي مكمله الطريق وخلى لها القناع غتعافط على الاكسيراتور، والهليكوبترات التابعين طلقوا عليها رشاشات حتى حاصروها من كاع الجوايف. فلبسات القناع وخرجات من الطوموبيله. هينيسي فرحانه عند بالها بلي هو القرع اللي كان مراقبه من البعيد. تجا عنده اللوين قالوا خصنا نمشيو من هنا. تحركوا لصقوا في واحد التران. القرع قالوا غادي نمشي نجيب بنتي عاد غادي نخويو البلاد. في نفس اللحظه اوليريك جاب لهينيسي هديه، قال لها صيفطوا لك شركه البث المباشر ديال السباقات. مع فتحاتها كتلقى قنبله اللي كانت في الطوموبيلات ديال القرع. كوتش كان هو اللي من مور هادشي، ضغط على الزر قنبله شتات هينيسي هي واوليريك. فمن بعد 6 شهور القرع واللوين كانوا دخلوا للمكسيك خدامين في واحد لافيراي تابعتات معاهم كريس. قالوا لها اش تعطي لها؟ قالت لهم غير بسبب شي وثائق ديال اطلاق السراح تاري قلتهم. فالقرع عرف بنته كتشبه ليه الخليفه ديال القرع في المستقبل. وحتى لهنا غادي تسالي القصه ديالنا مع القرع. كنتمنى تعجبكم وتخليو لنا شي لايك وكومونتير. تهلاو.